لو مش عندكم لحمة أو فراخ تقدروا تعملوا رز الكبسة. أنا عن نفسي ومن رأيي إنه أطعم بكتير من اللي باللحمة، طعمه بجد تحفة ومش بياخد في عمايله 5 دقايق، يعني تعملوه وانتوا واقفين بمنتهى البساطة. أول حاجة جبت حلة على النار وحطيت فيها معلقة من الزيت ونزلت عليها ببصلاية مبشورة ناعم وقلبتها. أول ما تبتدي تغير لونها حطيت عليها معلقة صغيرة من التوم، يا دوب ريحة التوم تطلع، يا دوب ما يلحقش يتحمر أنزل عليها بالخضار المشكل بتاعي. أنا استخدمت الخضار المشكل ده اللي هو الجاهز اللي بيبقى في اكياس، تقدروا تستخدموا كمان حمص مكانه او تستخدموا نفس نوع الخضار او اي خضار انتوا حابينه. وبعد كده حطيت له رشه من الفلفل وحطيت له نص الكيس من رز الكبسه، الخلطه اللي هي بتاعه الكبسه، لان انا كنت عامله كميه صغيره. لما بحط الخلطه على الخضار واشوحه شويه ده بيفرق جدا في طعمه، بيخلي الخضار طعمه تحفه. بعدين حطيت عليه كوبايه من الرز البسمتي مغسول ومتصفي بس. ونصيحتي ليكم انكم ما تنقعوش الرز البسمتي ده ولا حتى لمجرد 5 دقايق لانه بيعجن وبيبقى مش حلو. بعد كده تدوله تشويحه كده يا دوب لمده نص دقيقه يتشرب. وحطيت عليه حوالي نص كيس من المرقه الفوريه بتاعه الخضار. انا عن نفسي عجبتني جدا لكن تقدروا تستغنوا عنها، بس هي حلوه جدا. بعد كده حطيت ميه سخنه عندي، انا حطيت كوبايه من الرز البسمتي حطيت عليها كوبايه وثلاث ارباع من الميه السخنه اللي بتغلي. وبعد كده قلبتهم لان انا لما بحط كوبايتين برضو بحس ان الرز البسمتي عجن معايا شويه، فهي كوبايه وتلات ارباع كانت كويسه جدا. بيغلي واغطيه وبعد كده استنى حوالي، يعني انا عن نفسي بستنى نص دقيقه. بعد كده بخلي النار وسط وبعد كده بهديها خالص واسيبه يستوي براحته، ياخد حوالي نص ساعه الا 5. وبعد كده استوى عندي، قلبته مع بعضه وعايزه اقول لكم انه مفلفل جدا وطعمه تحفه. شايفين لون الرز؟ وحقيقي حقيقي حقيقي بدون مبالغه طعمه تحفه. التوابل اللي اتحطت له، الطريقة البسيطة اللي احنا عملناها بيه فرقت معايا جدا جدا. الرز مفلفل طعمه جميل وخفيف وحلو جدا. لو عجبتكم الوصفة دي، انا اسمي ليلي ودي القناة بتاعتي، اتمنى لو تشتركوا فيها لو اول مرة تشوفوني، ولايك وشير للفيديو ده. شكرا وباي باي.